السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفضلا وليس أمرا لا تنسوا أمي وبنت أختي بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وجميع موتى المسلمين. وصفة النهاردة حلوة قوي، وهو وصفة الجلاش بالكبد والقوانص. تمام، هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة بسيطة جدا، واللي ما عندوش معلومة يعني ليها يستفاد من المنشور ده من الفيديو ده معايا. تمام، اول حاجه هنسمي الله. طبعا انا عندي هنا كميه من الكبد والقوانص. انا غسلاها كويس قوي، مقطعه القوانص مقصقصاها صغير خالص جدا بمقص المطبخ، وغسلاها كويس قوي بالليمون وبالطحينه عشان ما يبقاش فرحه زفاره هي والكبد. تمام. بعد كده هنزل بطاسه على النار، هنزل بشويه من الزيت. بسم الله. هنزل بالقوانص الاول طبعا، اديها تشويحتين كده على النار في الزيت. تمام. طبعا تقدري تضربي القوانص في الكبه، بس انا بصراحه بحب اقطعها صغير قوي، يعني عشان احس بطعمها تحت، يعني ما تبقاش عامله معايا زي اللحمه المفرومه. تمام. طبعا انت ليكي مطلق الحريه تعمليها بالشكل اللي يريحك، بس انا بعملها يعني بقطعها بالشكل ده، بتبقى صغيره بالشكل، قطع صغيره بالشكل ده. تمام. بديها تشويحتين على النار، وبرده بتستوي معاكي بسرعه قوي لانها بتبقى مقطعه صغير خالص. تمام. هديها تشويحتين على النار بالشكل ده. بعد كده هنزل بالكبد. بسم الله. طبعا مغسوله برده بالطحينه والليمون، اديهم تقلبتين بالشكل ده. بعد كده عندي بصلتين كبار مبشورين بالشكل ده، هنزل بيهم على الكبد والقوانص. بسم الله. بعد كده طبعا هنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود. بسم الله. وهنزل بمعلقه صغيره من الكمون. تمام. طبعا هنظبط الملح. طبعا احنا اول مره نحط ملح، يعني ما حطيناش ملح مع الكبد والقوانص، انا بحط ملح بس مع التتبيله بتاعتها. وهضيف كمان رشه صغيره من القرفه، بتخلي طعم المرتة معايا جميل جدا. هسيب بقى كل المكونات دي تستوي مع بعض، وتعالوا بينا نشوف الخطوات اللي بعد كده. طبعا انا عندي هنا لفه من الجلاش، لو سواء متاح عندك اللي هو يعني طازه بتجيبيه من عند الكنفاني، او بتكوني جايباه متفرز بس بتسيبيه قبل منها بليله يفك براحته عشان ما يكسرش معاكي. تمام. طبعا هنفرده في الصينيه. انا بحط يعني كل ورقتين، وبحط بكملهم طبقه دهنيه عشان تفصل، عشان مش بحب يكون في كميه زيوت كتيره. تمام. هفرده في الصينيه بالشكل ده. بسم الله. طبعا اي ماده دهنيه حابه تضيفيها ضيفيها براحتك عادي خالص، سواء زبده، سواء زيت، سواء سمنه، اللي انت عايزاه براحتك. تمام، حاجه ترجع لك. بس اهم حاجه وانت بتشتغلي تغطي الجلاش عشان ما ينشفش معاكي. تمام. انا خلصت الطبقه الاولانيه اللي هعملها، اللي هو نص لفه الجلاش اللي بفرشها. دلوقتي هنزل عليها بالحشو. بس يا ريت تخلي بالك من نقطه مهمه قوي، ان انت لو لقيت عندك ورق جلاش مكسر بتفرشيه في النص تحت الحشوه، سواء الكبد والقوانص او لحمه مفرومه، او سواء جبن. تمام. وبتحط على الوش من فوق الطبقات السليمه، بحيث يبقى الشكل جميل معاكي، ما يبقاش مكسر من على الوش. تمام. نزلت بالحشو بالشكل ده. دلوقتي هكمل باقي طبقات الجلاش. طبعا زي ما انتم شايفين عندي هنا قطع مكسره بالشكل ده، بحطها في النص فوق الطبقه بتاعت اللحمه على طول. طبعا انا خلصت الجلاش بتاعي اللي بالكبد والقوانص. تمام. دلوقتي بقى هقطعه قبل ما يدخل الفرن. هنا انا قطعت الجلاش. دلوقتي عندي كوبايه من الحليب. بسم الله. هنزل بيها عليه بالشكل ده. ودلوقتي هسيبها حوالي بس 10 دقايق الجلاش يتشرب اللبن، وبعد كده هدخلها الفرن. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، الجلاش طلع معايا من الفرن بالشكل الجميل ده، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ريحته جميله جدا، وقد ايه بيقرمش، سامعين؟ وطري جدا من جوه. تمام. من اجمل واحلى الوصفات اللي ممكن تعمليها بها الجلاش بالكبد والقوانص. يا رب يكون المعلومه وصلت صح للي طلب مني الوصفه.
اتمنى تكون نالت اعجابكم. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفضلا وليس امرا لا تنسوا امي وبنت اختي بالدعاء لهما بالرحمه والمغفره وجميع موتى المسلمين. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.